واحتمال فطومة تشتكي عليك وتصير طلابة ما راح تخلص منها. إذا كنتم تقولون أن الله خلق كل شيء، فمنو خلق الله؟ الجواب الثاني يرجع للبديهة العقلية اللي نستخدمها بحياتنا. على سبيل المثال، لو جبت خبز أو صمون وجاك شخص وسألك من خبز هذا الخبز، فشنو راح تجاوبه؟ راح تجاوبه بأن الخباز هو اللي خبز هذا الخبز. زين، سؤال، لو سألك من خبز الخباز، شو راح تجاوبه؟ أكيد راح تتصل بال122 لأن صديقك ارتكب كارثة بحق المنطق، فاحتاج توديه للطوارئ فورا. من خبز الخباز. لو دخلت للبيت واشتميت ريحة أكل فسألت سؤال، قلت من طبخ هذا الأكل؟ سؤالك لحد الآن سؤال منطقي وصحيح، لكن لو جاوبوك بأن فاطمة طبخت هذا الأكل فيصير تسأل من طبخ فاطمة؟ طبعا السؤال خطأ، لأن فطومة مو مطبوخة حتى تسأل من اللي طبخها. واحتمال فطومة تشتكي عليك وتصير طلابة ما راح تخلص منها. طبعا بعض الأمثلة إذا الشخص تأمل بيها حيلقيها قد تكون صحيحة، مثل سؤال من صنع السيارة، فلو جاوبك واحد بأن الصانع صنع السيارة، فهنا سؤال من صنع الصانع قد يكون صحيح وجوابه هو الله، على اعتبار أن عملية الخلق والصنع هي عملية واحدة تقريبا. لكن هذا السؤال بالنسبة لصنع السيارة غير صحيح. فلو كنت تمشي أنت وصديقك وسألك صديقك منو صنع السيارة، فأنت جاوبته بأن الصانع صنع السيارة، فمن يسألك فجأة من صنع الصانع، فهنا أنت راح تقول له شنو الربط؟ لأن صديقك خالف المحل بسؤاله، يعني هذا سؤاله ما كان بمحله، فهو مو صحيح بالنسبة لسؤال السيارة، لكن هو سؤال قد يكون صحيح. فعليه هذه الأسئلة غير صحيحة بالنسبة لنفس الموضوع أو المحل. فكذلك بالنسبة للكون، فسؤال من خلق الخالق غير صحيح بالنسبة لخلق الكون.